مهندس رامي انور. احنا النهارده بنركب جهاز التربو الهيدروجيني على عربيه تيجو 8 موديل 21. زي ما حضراتكم شايفين عربيه زيرو. احنا الحمد لله بنركبها في المركز بتاعنا الجديد تكنولوجيا الهيدروجين شبرا الخيمه. زي ما حضراتكم شايفين العربيه تعتبر زيرو. جهاز محطوط في ركن صغير خالص جنب البطاريه بدون ما يضايق اي حاجه في حوض العربيه خالص او يدخل في ضفيره العربيه او في الكنترول او في الحساسات. طبعا العربيات دي جديده وزيرو وحساسه، فاي تدخل في كنترول العربيه او الحساسات يعمل على طول شيك انجن ومبرج العربيه. بس احنا الحمد لله ركبنا الجهاز باحتراف جدا من غير ما يضايق اي حاجه، بدون وصلات كتيره، بدون اي حاجه، بدون مدخل في الضفيره. وكمان صاحب العربيه صاحب معرض وهو يعني فاهم في شغل الكهرباء كويس جدا، فهناخد رايه دلوقتي. اقول له احنا لعبنا حاجه في الضفيره ولا لا؟ ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ. احنا لما ركبنا لعبنا في اي حاجه في ضفيره العربيه او دخلنا فيها؟ ولا اي حاجه في الضفيره، كلها حاجات خارجيه بعيد عن الضفيره خالص. تمام. ولا اي قص في الضفيره ولا حتى حاجه في علبه الفوزيه. تمام. ده اهم حاجه، ان احنا مش عشان نركب حاجه نبوظ حاجه او نضايق حاجه. ده اهم حاجه عندنا، ان احنا نحافظ على عربيه العميل، ان زي ما جه بيها يطلع بيها احسن من الاول، مش نبوظ له حاجه. لا تسلم ايديك. الله يخليك. تسلم ايدك وفعلا ما خدتش وقت. الله يخليك يا باشا. دلوقتي احنا اهو الجهاز راكب، وكمان مركبين له احدث موديل اللي هو بيبقى معاه كنترول ديجيتال اللي بيبقى راكب قدام عند العربيه عندك. زي ما حضراتكم شايفين العربيه دايره اهي. طبعا ده الكنترول، ده الشاشه بتاعتها مفيش اي الحمد لله مشكله ولا تشيك انجن ولا اي حاجه. الكنترول احنا حطيناه هنا بس مؤقت لغايه ما هو قال لي هيحط له جراب هنا ويحطه في الركن ده. الكنترول زي ما حضراتكم شايفين ديجيتال باتنين شاشه، بيقرا سحب الجهاز من الكهرباء. احنا الجهاز بتاعنا ما بيسحبش كهرباء خالص، ساحب نص امبير كهرباء، ودي اهم حاجه عشان ما نحملش على البطاريه ولا على الدينامو. فدي الحمد لله اهم ميزه في مميزات جهازنا، اللي هو ليه مميزات كتير جدا، من ضمنها ان هو ما بيسحبش كهرباء كتير، ما بيأثرش على العربيه او على الدينامو بتاعها او على البطاريه. ده المركز بتاعنا الجديد الحمد لله، تكنولوجيا هيدروجين تكنولوجي في شبرا الخيمه. ودي هنا البنرات بتاعتنا اللي بتوضح مميزات الاجهزه بتاعتنا. وهنا دي اجهزه التنظيف الكربوني اللي احنا بنعملها برضو مع اجهزه التوفير تربو الهيدروجين. لو عاوز بقى تطلعنا بسرعه عشان هو ايه الزبون قال لي لازم انت تطلع برضه في الفيديو. انا مهندس رامي انور اللي هو ايه ما شافنيش بقى في الفيديوهات، كان دايما بيسمع صوتي بس، ده شافني بقى صوت وصوره. ماشي، شكرا.